دخلت محلا لأشتري شيء وفوجئت بأن المحل حلاق يحلق، واستغرب الحلاق، حلاق جميل والمرايات في كل مكان والكراسي فخمة. أمامه مباشرة صورة لمسخ شخص يمسك ميكروفون يغمض عينيه، شعره متدلي وكأنه يغني. قلت لنفسي أستفيد دقائق مع هذا الشاب في حوار لعله يستفيد. قلت له: من هذا؟ دمنه. سكت. قلت له: صحابي؟ سكت. قلت له: من التابعين؟ دنقل راسه. قلت له: من الأئمة، أئمة الإسلام؟ قلت له: يكون كافر من حطب جهنم. سكت. دار أوريه إنه بعد إعجابه له يمشي النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة. وكثير من الناس إلى يومنا هذا يتردد في كفر أهل الكتاب وهو لم يقرأ جزء عامة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. بعض الناس قد لا يقبل هذا الكلام بالرغم من أنه كلام ربنا. يا أخي كيف شر البرية؟ يا أخي ما تبالغوا، يا أخي ما الآخر وشنو ما عارف. يقول لك يا أخي ما معقول. أولئك هم شر البرية لأنهم يعرفون الحق ويحيدون عنه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال القرآن. وليس بالضروري أن يكون كل المجتمع في الغرب يعرف الإسلام، كثير منه لا يعرف عن الإسلام إلا الصورة المشوهة التي نقلت إليه، أو بعضهم لم يسمع عن الإسلام شيئا. لكن الأغلب في الساسة ومدبري السياسة ومستهدفي الإسلام من طواغيت الغرب كشارون وبوش وغيرهم أنهم يعادون الإسلام صراحة. أولئك هم شر البرية. أهل الكتاب الواحد تناقشه يقول لك ده أهل الكتاب، نحن قلنا أهل كراس أهل كتاب ما في مشكلة، مش أهل كتاب يعني ما أهل كراس ما كراس. أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ما قال أهل الكراس، أهل الكتاب ذاته، والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. وبداية السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب